السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله. اتأخرت عليكم شوية بس كان في ظروف كده والحمد لله أنا رجعت لكم تاني اهو، ورجع لكم بفيديو خفيف ولذيذ كده. النعناع ازاي يقعد معاكي مثلا لمدة شهر ويكون اخضر وفريش. انا قبل كده عملت فيديو يكون نجففه بطريقة الفرن وبالطريقة العادية، وبرضو ان هو يبقى اخضر بس تكون كميته بسيطة في نص كوباية مية ونحطه في التلاجة ويفضل فريش لمدة اسبوع. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنعمل مع بعض النهاردة النعناع يقعد معاكي لمدة شهر. معانا 3 حزم نعناع وغسلناهم كويس ونشفناهم كويس على فوطة علشان مش عايزين أي رطوبة فيه، أو غسلناه علشان يكون فريش معانا وناخده على طول، ما نغسلهوش تاني بعد ما نحطه في التلاجة. هنجيب علبة وعلبتين كده نضاف خالص وناشفين عشان دول 3 حزم نعناع كبار، هنخزنهم في العلب دي. هنجيب بقى مناديل، ورق مناديل مطبخ مفهوش اي ريحة ولا برفان ولا اي حاجة خالص، هو بتاع المطبخ كده ما بيبقاش فيه ريحة يعني، ومش ما بيبقاش معطر يعني. هنرص طبقة منديل وطبقة نعناع، والنعناع بنرصه عكس بعض، يعني الدور التحتاني بيبقى الدور الفوقاني عكسه، وبيبقى طبقات كده، وبنحط له المعلقة برضو عشان تحتفظ بالبرودة فيه وتحافظ عليه وتخلي مدة التخزين بتاعته يعني طويلة. هو هيقعد معاكم حوالي شهر في التلاجة. وبرضو هنرص العلبة التانية بنفس الطريقة، يعني الدور الأولاني التاني عكسه كده وبالفروع بتاعته، وهنحط المعلقة، وبعد كده هنضيف بقى طبقة المنديل الأخرانية. تمام كده، وهنغطيه، نغطي العلبة اهو. بصوا ادوار شكله حتى يبقى حلو في التلاجة. وطبعا النعناع ريحته جميلة وفوائده كتيرة، وبنستخدمه في الاكلات وبنستخدمه في العصاير وفي الشاي طبعا ابو نعناع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.